في هذا اللقاء الصحفي أكدت أنقرة دعمها للجهود الأممية الجارية لحل قضية الصحراء المغربية، وعاد تأكيد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان على أن تركيا لا تعترف بالبوليساريو، وأن أنقرة مستعدة للوساطة بين المغرب والجزائر لتقريب وجهتي نظرهما في هذا السياق، لأنهما جاران وتجمعهما حدود وتحديات مشتركة. تركيا لا تعترف بجبهة البوليساريو، لكنها تدعم كل الجهود الأممية الحالية لمجلس الأمن الدولي قصد حل النزاع اعتمادا على المفاوضات، ونحن مستعدون للوساطة بين المغرب والجزائر بما يساعد على تقريب وجهتي نظريهما بهذا الشأن، لأن حدوث مثل هذه المشاكل بين بلدين جارين تجمعهما حدود وتحديات مشتركة يبدو أمرا غير مقبول، ولهذا لا مفر للبلدين من التعاون والتقارب.